هاي، لو أول مرة بتسمعونا فاحنا جاك بودكاست. في البودكاست ده هنكون بنتكلم عن مواضيع بتفرق مع الشباب وبتهمهم في علاقتهم مع ربنا، وهنكون بندردش كده ونجاوب على أسئلة كتير قوي بتيجي في ذهننا وفي دماغنا ومش بنكون لاقيين لها إجابة. أنا متحمسة قوي لموضوع النهاردة. هيكون معانا هيلين، هتكون بتكلمنا عن الصلاة. هاي هيا سيمو. هيلين، ازيك؟ عاملة ايه؟ ازيك؟ ايه الاخبار؟ كله حلو. انا كمان مبسوطه قوي ان انا موجوده النهارده وهتكلم عن التوبيك ده لان هو توبيك مهم جدا، ويعني في حاجات كتير قوي عايزين نقولها عنه. ايوه، انا كمان متحمسه قوي اسمع. طب خلينا بما انك متحمسه، أم، نفسي كده تفهمينا اكتر عن فكره الصلاه. بصي، هي الصلاه هي بالظبط هي شات او ديالوج بيحصل ما بيني وبين ربنا، وربنا عارف عني كتير وعارف تفاصيلي، فانا كل ما بتكلم معاه كل ما بعرف انا مين اكتر، وكل ما بفهم هو مين اكتر، وبالتالي علاقتنا بتكبر وبتتحسن. فهي احتياج عندي ان انا ابقى موجود وبتكلم معاه، لانه الشات اللي حاصل ما بيني وما بينه ده بيحركني انا اكتر في خطة حياتي مظبوط، بيحركني اكتر في معرفتي عن نفسي مظبوط. فهو احتياج ومش حاجة مفروضة عليا زي ما ناس كتير بتفتكر انه هي زي واجب او كده محتاجين يعملوا. لا، هو بالظبط زي ما اكون بتكلم مع صديق، بس الصديق ده هو قدير قوي وعارف عني تفاصيل كتير قوي، فكل حديث معاه هو إضافة، وكل مرة بنتكلم مع بعض بشوف الحياة بشكل تاني. فهي مختلفة تماما عن ما ممكن الناس تبقى حاسة انها حاجة يعني واحد اتنين تلاتة او واجب بيعملوه مفروض عليهم. يعني من كلامك دايما بنفكر انه طالما ربنا عارف عني كل حاجه ويعني مفيش حاجه هتفاجئه يعني من اللي هقولها له، هو اوريدي موجود في كل تفاصيل يومي وعارف ايه اللي بيحصل. طب ليه اصلا اصلي يعني؟ ما خلاص، ما هو عارف. هو بصي، ده حقيقي جدا، يعني احنا بنحس انه مفيش جديد يعني. ايوه. في مرات مثلا لما كنت بصلي كنت بحتاج يعني بروح اقول لربنا انت عارف اللي حصل وانا تعليقي عليه كذا، يعني من غير ما احكي، ما انت كنت عارف. بس كمان في مرات تانية ببقى عايزة احكي تاني بالتفاصيل، زي كده ما بنشوف في كل الاصحاب بيشتكوا من بعض ان انا كنت معاكي، انت بتحكي لي تاني الموقف ليه؟ ما انا كنت حاضراه معاكي. هي نفس الفكرة بالظبط، ساعات بحتاج اني احكي تاني الموقف واحكيه من وجهة النظر اللي شايفه فيها الموقف، او احكيه واقول انا حاسه بايه ناحيه ده. فهي مش قصه انها ما فيهاش جديد، بس قصه ان انا ببقى عايزه اشارك التفاصيل من وجهة نظري. اكيد لما بحكي لربنا الموقف انا بشوف الموقف نفسه بشكل مختلف، لاني بشوفه من منظور مختلف، بشوفه من منظور ربنا. فالموقف نفسه بياخد حجمه المظبوط جوايا. مثلا بدل ما انا كنت شايفه ان الموضوع كبير قوي ابتدي اشوف ان هو صغير. بدل ما كنت شايفه ان هو مضايقني لسبب معين اكتشف انه لا، السبب الحقيقي اللي مضايقني في الموضوع حاجة تانية خالص. فده بيحصل لما انا بفتكر الموقف قدام ربنا عن طريق ان انا بقوله او ان انا ما بقولهوش. فهي مش القصة ان هو عارف كل حاجة، بس القصة ان انا محتاج اعرف اللي هو عايز يقوله لي عن الموقف ده. مش بس كده، انه انا كمان محتاجة اتكلم. يعني اوقات كتير ببقى محتاجة اتكلم حتى لو حد كان حاضر معايا الموقف وشاف اللي حصل او في احداث يومي يعني، بس انا نفسي ببقى محتاجة اتكلم. وهو عامة الحاجة المهمة اللي في يومي او اللي هي فرقت او اللي سابت علامة معينة ايجابية او سلبية، هي الحاجة غالبا اللي انا ببقى حاسس ان انا عايزة احكيها. بس كمان ممتع ان في مرات نحكي يعني كل تفاصيل يومنا، زي فعلا الصحاب، وده بيجي مع الوقت وبيجي مع العشرة. انا شخصيا بيفرق معايا قوي فكرة ان انا اتعامل مع ربنا يعني انه صاحبي. يعني دي من اكتر الحاجات اللي فرقت معايا وخلتني احب الصلاة. يعني كنت دايما مش بس الوقت اللي بقعد فيه اصلي، بس كمان كنت بحس انه انا طول الوقت ينفع اتكلم مع ربنا. انا كنت بعمل كده وانا مثلا رايحة اي مشوار في الطريق، وانا بشتري حاجة، وانا يعني بعمل مثلا حاجة في المطبخ. ف يعني فدي حاجة فعلا بتفرق وبتخلي كده العلاقة تاخد شكل مختلف، بره حتة انه ده فرد، عن انه لا احنا صحاب انا حابة احكي. بالظبط بالظبط جدا. كنت مرة بتكلم مع حد في فكرة الصلاة وبشاركه يعني انه انا ازاي بتعامل مع فكرة الصلاة بالشكل ده، وان هي ساعدتني كتير. بس اوقات الناس بتبقى بتفكر انه طب ما انا بروح الكنيسة وبحضر اجتماعات وبحضر اجتماع صلاة، فخلاص يعني ده كفاية. يعني انا يعني مش محتاجة اعمل حاجة اكتر من كده. يعني انا اوريدي خلاص صليت في الكنيسة او في الاجتماع.
هي بصي المشكلة مش في الكنيسة أو في الاجتماع أو كده، هي المشكلة في فكرة الاكتفاء عامة. عمرنا ما بنستخدم المصطلح ده على علاقاتنا، يعني عمري مثلا ما بكلم مكالمة مع صاحبتي فأقول لها ياه المكالمة دي كفاية قوي، فاحنا بلاش نتكلم بقى لسنة قدام عشان دي كانت مكالمة زي الفل. الخروجة دي كانت حلوة قوي، دي خروجة السنة، يعني بلاش نكررها لأن احنا كده شبعنا من بعض فاحنا مش هنحتاج بعض. فهو ده بيطلع شوية من فكرة انه انا واخد الصلاة كأنها فرض، وانه ده شكل مفروض عليا. لكن لو انا باصص للصلاة ان هي آم، تعبير عن شراكة، عن صحوبية، عن صداقة، فالمفروض ان انا كل ما نخرج خروجة حلوة ابقى متشوق للخروجة اللي بعدها، كل ما نتكلم مكالمة حلوة انا مستني المكالمة اللي بعدها، لا وكمان اكسايتد ان انا اتكلم اكتر واحكي اكتر، لان فاهمين بعض اكتر. ويعني كل مرة بنتكلم بنكتشف حاجات اكتر، بيوصل لي سبورت او سند، بشوفه بشكل مختلف، بشوف حياتي بشكل مختلف. فالمفروض ان احنا كل ما نتكلم وكل ما كانت في فرص اكتر ان انا اقعد معاه لوحدي، ان انا اقعد معاه في اجتماع، انه يكلمني وانا في القداس، كل ما كان في فرص اكتر كل ما انا كنت مبسوط اكتر. فهنا فكرة الاكتفاء المفروض انها ما بتجيش خالص، لانه انا طول الوقت عايزة اقرب منه اكتر واعرفه اكتر واشوفه بشكل مختلف. ايوه، عجبتني قوي فكره انه احنا مش بنكتفي بصحابنا، يعني لما ايوه. بنخرج معاهم خروجه حلوه او نكلمهم في خلاص كده التليفون. بقى يا جماعة ال3 سنين اه. دول خرجتهم خلصت انت يعني. ليكي عندي مكالمه ساعه في الاسبوع وخلاص كده. بالظبط، لا يعني مش كده خالص. عارفه يا هيلين، بصراحه اوقات كده الناس بتحط الصلاه في شكل معين، والشكل ده اوقات بيقفلني من ان انا اصلي. يعني انا بحس انه انا مش عارف اعمل كده. انا متفهماكي قوي، ودي حاجه بتفرق معايا قوي ان انا دايما اقولها ليا وللي حواليا، انه الصلاه ملهاش شكل معين، زي ما يمكن في زي ما نقول ايه براويز اتزنقنا فيها على مدار الزمن، انه الصلاه تبقى بالشكل ده. الصلاه بالنسبه لي عامله زي اللغات، والعالم لوحده فيه كميه لغات غير معروفه وغير محدوده، واللغات جواها لهجات. وفي ناس يعني كان مشهور اكتر يمكن في الجيل اللي قبلنا انه لو اتنين مثلا بيحبوا بعض يعملوا سيكريت لانجويج ليهم هما، محدش فاهمهم غيرهم. الشفرات في الكشافة وكده. فالصلاة بالنسبة لي نفس الفكرة، انا ممكن اقعد يبقى عندي مثلا موهبة ان انا برسم، فاقعد ارسم رسمة وانا قاعد مدي الرسمة دي لربنا، دي صلاة. ممكن اعيط، ممكن في يوم ادخل اقرر ان انا يا رب انا جاي قاعد ساكت قدامك وانت عارف اللي حاصل وانا ما عنديش حاجة اقولها فانا ساكت. ممكن في يوم ادخل ابقى بصرخ، بقول يا رب حصل وحصل وحصل، زي ما حزقية مثلا الملك عمل، وجاب التهديدات اللي جات له من الاعداء وحطها قدام ربنا وقال له شفت اللي حصل، ومسك الورق اللي جاله وحطه قدام ربنا بس. ممكن اسكت، ممكن اقرا صلاه مكتوبه تساعدني ان انا اصلي لان انا مش عارفه اقول ايه ومش لاقي كلام اقوله، وممكن اصلي صلاه من قلبي انا اللي مألفها وخاصه بيا جدا. في ناس ممكن تقعد بس وقت تسمع ترانيم او ترنم مع الترنيمه لان هي مش عارفه تقول ايه. فالصلاه يعني اشكالها مش محدوده، وليها شرط اساسي ان هي تبقى من قلبي، واني ابقى مدرك اني انا بتكلم مع ربنا، ما بقاش قاعد جاست بحكي فانا بكلم نفسي. دي مثلا كانت واحدة دايما من التحديات اللي عندي وانا بصلي، ان انا دايما بفضل في حتة انه هو انا بكلم نفسي ولا بكلم ربنا، وانا مركزة ولا مش مركزة. فدي نقطة مهمة جدا ان انا ابقى فاهم وانا بصلي اني وانا بعمل كده انا بكلم ربنا، هو سامعني. و... ولازم كمان زي ما انا بتكلم لازم اسمعه، لان زي ما اتفقنا هي الصلاة ديالوج ما بيني وبين ربنا. فلو انا بصلي اذا في فقرة في صلاتي اسمها ان انا بسمعه، او بعرف هو كمان رأيه في الموضوع ايه، لان كويس ان انت هو فتحتي ده. الموضوع ده. ايوه طبعا، لانه ما فيش ان انا بقى بكلم نفسي، يعني طب ده كده. ازاي فعلا اسمع صوت ربنا؟ بصي هو موضوع كبير بس انا ببساطة جدا عايزة اقولك ان هو عامل بالظبط زي اي حاجة بنتمرن عليها، عامل زي ما يكون عضلة في الجسم وانا عايزاها تزيد. كل ما بتمرن عليها كل ما الموضوع بيزيد، نفس فكرة بالظبط ان انا وانتي بقينا صحاب. ف في الاول لما بتكلميني في التليفون ببقى شاكة انتي ولا مش انتي، بعد شوية لو كلمتيني من رقم غريب انا عارفة ان ده انتي، بعدها لو انتي بعتيلي مسج مثلا مع واحدة صاحبتنا تالتة، انا من كلامها اللي هتقولهولي هبقى عارفة دي سيمو ولا دي مش سيمو. فهي بالظبط نفس الفكرة، كل ما ببقى قريبة من ربنا اكتر وبعرفه اكتر وبفهم افكاره وبفهم هو بيتعامل معايا ازاي،
بعد كده المسجز بتبقى واضحة. عادة اللي عنده صراع في ان هو يسمع صوت ربنا بيبقى شخص معاش يمكن العشرة دي وقت طويل، وداخل عايز غالبا إجابة على موضوع كبير جدا. فأنا جاي من بره داخل عايز أعرف أدخل كلية إيه، بوم فجأة. فده بيخلي إنه هو مش عارف يسمع، لأن هو داخل عايز إجابة. وسماع صوت ربنا هو نتاج لعلاقة حية وحد عارف. عارفة مثلا لما تقولي أنا عارفة أختي هتبقى عايزة تعمل عيد ميلادها فين، عشان أنا عارفاها، أنا مش محتاجة منها إنها تجاوب أصلا على السؤال، لأن أنا أعرفها كويس. فهعرف أنا عارفة ماما بتخبي الفلوس فين، في الشراب اللي في الدرج الفلاني. فأنا مش محتاجة أدور على إجابة السؤال ولا حتى هم يسألوني. ده احنا حتى مع صحابنا بنوصل ان احنا يعني ممكن اتخانق مع واحده صاحبتي اقولها انت ازاي مش عارفه ان انا كنت عايزه الحاجه الفلانيه، ومش مستنيه منها ان هي، يعني انا مستنياها ان هي ما تسالنيش، مستنياها انها تعرف من نفسها، لان انا معتمده ان العشره ما بيننا المفروض انت عارفه انا هبقى عايزه ايه، المفروض انت عارفه انا هتصرف ازاي في الموقف ده. هو ده بالظبط اللي بيحصل مع ربنا. كل ما بعرفه وبتعامل معاه ببقى فاهمة وعارفة، وذهني بيبتدي يستقبل هو ربنا بيفكر ازاي. ففي المواضيع بقى الكبيرة لما تيجي، لان احنا عدينا في تفاصيل صغيرة قوي، زي انا عندي خروجتين واروح هنا ولا اروح هنا. لما باجي عند تفاصيل كبيرة زي كلية ايه، اشتغل فين، اشتغل دلوقتي ولا استنى، الاجابات بتبتدي تبقى موجودة، لان هي جزء من طبيعة حياتنا، مش لان انا داخلة اخد اجابات. واضح ان الموضوع كبير وعايز له حلقة لوحده، بس ايوه ده يعني احب حقيقي. قوي نعمل ده. مم. طب لنا نقول لنا يعني، مرات كتير بنسمع ان انا مش قادر اصلي، يعني حتى لو انا بعمل كده في وقت، بس انا دلوقتي مش قادر اعمل ده. ف هل ممكن يبقى في حاجة بتعيقني ان انا اصلي، او افكار مثلا جوايا هي اللي بتحركني فبتخليني مقفول في وقت ان انا مش عايزة اصلي؟ بصي ده سؤال حلو قوي. يعني انا يمكن عايزه اتكلم على 3 حاجات اساسيين بيخلونا ما نتحركش نصلي. اول حاجه، ودي حاجه مهمه جدا وشائعه جدا، ان انا احس ان انا مش مستحق ان انا اصلي. انا مين عشان اقعد اتكلم مع ربنا؟ وهنا انا ببتدي ابص على نفسي قوي، فبشوف نفسي صغير وبشوف ربنا بعيد، ودي مش الصوره. ربنا انا بروح له وانا مش كويس، مش بروح له لما ابقى كويس. ومفيش حد، يعني لو هنتكلم على فكرة الاستحقاق، فهو مفيش حد يستحق ان هو يقف قدام ربنا، بس ربنا في يسوع ادانا الحق ان احنا نتكلم معاه، وان احنا نقعد ونحكي معاه. ففكرة اني مش مستحق دي فكرة بتوقفنا مع انها مش مظبوطة. فانا محتاج دايما اتسند هنا على الحقيقة اللي الكتاب المقدس بيقولها، انه ربنا بيسمعنا وبيسمع صلاتنا وبيقبلنا واحنا خطاه، لان احنا بنتوب في الصلاة دي. فدي واحدة من النقط اللي دايما بتوقفنا. ويعني مثلا الابن الضال، على قد ما في ناس كتير قوي اتكلمت عنه، بس هو عمل اكت ظريف قوي، ان هو قام وراح ومفكرش هو يقول ايه. فربنا وفر عليه المشوار، ولما استقبله ما استناش منه كلام. يعني هو فكر وقال اقوم واذهب الى ابي واقول له اخطأت. ده اللي كان في باله. بس هو لما وصل ما هو عملش ما كده. احتاجش يعمل مجهود، لان هو لقى ابوه مستنيه وبيسمعه. فهو ده بالظبط نفس الشكل اللي يمكن الناس اللي بتحس ان هي مش مستحقه انها تدخل تصلي، او انا لما بتحط في الموقف ده بيبقى جوايا الفكره دي، بس لما بقوم وبصلي الوضع بيختلف. كمان في ناس ساعات بتزهق قوي من فكرة ان انا صليت وغلطت وصليت وغلطت وصليت وغلطت، فانا هدخل تاني واقول له تاني بعد كل المرات ايوه، اللي انا غلطت فيها دي. فبحس اني مكسوف من نفسي يعني. بالظبط. في حد مرة قال جملة وقفتني جدا، قال انه احنا بنزهق من ان احنا نرجع لربنا عدد مرات كتير ونتوب، لكن هو عمره ما بيزهق من ان هو يستنانا. فهي دي فعلا حقيقة. يعني احنا ساعات بنحس انا مش قادر اجي واتكلم لان انا متضايق قوي من نفسي، مش لان انا مش واثق ان ربنا هيسمعني. مم. الحاجة التالتة اللي عايزة أقولها ومهمة جدا في القصة دي، إنه ساعات كده بنلف ندور على ربنا في أماكن غلط. يعني ساعات بلاقي كتير قوي، وأنا كنت بعملها كتير، إني أدخل مثلا أكتب على السوشيال ميديا أنت فين يا رب؟ أنا بدور فين؟ يعني هو موجود، أنا بدور فين؟ فكتير قوي إحنا ممكن نكون بنتكلم عن ربنا، أو عمالين كده نلف حوالين الموضوع، مع إن هو الموضوع شورت كات بسيط قوي. أنا ممكن أدخل أقول له يا رب أنا متضايق جدا من نفسي، مش عارفه اقول ايه، بس انا جاي نفسي اتغير. يا رب انا ما بعرفش اصلي، ممكن اكون مش بعرف اعمل ده بصوت عالي، ممكن اعمل ده
سريا جوايا، واقول له بمنتهى البساطه يا رب انا مش بعرف اصلي، مش لاقي كلام اقوله. حلو قوي ان انا استعين ممكن بصلاه مكتوبه تساعدني تعبر عني، مزمور يكون بيعبر عن اللي انا بقوله فاشوف فيه نفسي ويقول اللي انا حاسه. ف يعني السؤال ده انا حباه جدا، لانه فعلا كتير قوي افكار جوانا هي اللي بتمنعنا ان احنا نبقى على راحتنا في ان احنا نتكلم مع ربنا. عارفة يا ليلى، اوقات كده بنبدأ بدايات قوية قوي وببقى متحمس وعايزة اصلي وفعلا بعمل كده، بس بعد شوية كده كأنه كل حاجة بتهدى وبتبتدي تقل تدريجيا واحدة واحدة لحد ما الموضوع بينام خالص ونبدأ نعيد بقى السايكل تاني من فقرة الأول. الماراثون، انا اه هقرا 300 اصحاح وبعد كده انا بقرا ربع اصحاح وبعد كده ما بقراش حاجة خالص. بالظبط. مرة تانية، ودايما أنا بفكر نفسي قبل ما يعني بحكي في الموضوع ده، إنه الصلاة هي نبعة من علاقة، وأي علاقة بتحتاج حاجتين أساسيين قوي، بتحتاج commitment التزام، وبتحتاج consistency. يعني أنا مثلا عشان علاقتي بصاحبتي القريبة قوي اللي أنا بقول عليها انتمتي تبقى مستمرة، فأكيد إحنا بنتكلم على فترات متقاربة وبشكل مستمر، ما بنقطعش نعمل ده. واكيد في الاول ما كانش الموضوع سلس او بيحصل على طول، يعني بلاقي نفسي مثلا ايه، عامله حسابي ان انا هسال عليها في اليوم، عامله حسابي ان انا هكلمها في وقت معين في اليوم. ده في الاول بيحصل، بعد كده الموضوع بيبقى طبيعي، المورنينج كول والنايت كول والحاجات الطبيعيه دي. نفس الفكره بالظبط في الصلاه. انا محتاج يمكن في الاول ابقى محدد لها وقت، وما ادخلش بكميات مختلفة، يعني ما ادخلش مثلا اقول انا اليوم الاولاني عايزة احس بالانجاز هصلي واعمل ساعتين. بقى ساعتين، فاليوم التاني بحسس ان انا ملان. مهم ان انا كل وقت اخده ابقى وقت انا فيه مركز فعلا ان انا بتكلم مع ربنا، وفيه بستقبل منه حاجة، وامشي ده على قد ما اقدر بشكل مستمر. وطبيعي ان اي علاقة بتحتاج حتى التزام، في اوقات فيها بيحصل هدوء شوية، او ملل. ملل شوية. مم. بس هي الفكرة ان نسبة ده من عدد الايام قد ايه. هل انا معظم ايامي ساكت وما بنتقابلش، ولا معظم ايامي احنا بنتقابل فيه؟ فهي الفكرة ان انا لما تيجي الايام اللي ممكن ابقى فيها مش قادر، هنا التزامي هو اللي بيحركني شوية لقدام، او بيخليني اكمل ان انا اصلي في الايام دي. والايام اللي فيها الدنيا قوية ومتفاعل وبسمع وبتكلم، الايام دي هي اللي بعد كده بفتكرها في الايام اللي شوية ايه الدنيا فيها قليلة. بس اهم حاجة ان انا ابقى حاطط قدامي مبدأ ان انا مكمل، حتى لو يعني باخد كل يوم معلقة فيتامين واحدة احسن من ان انا اقطع ايام. لان في الاخر الوقت اللي انا ببعته هي مش فكرة ان ربنا بيزعل مني، بس فكرة ان انا بخسر يعني حاجة جديدة كان ممكن اخدها في اليوم ده، كأن كان عندي هدية مستنياني كل يوم، وفي ايام انا اي ميس الهدية ما خدتهاش، فانا اللي يمكن بتتأخر عليا حاجات. طب اوقات سهل انه احنا يعني لما بنبدأ في قصة الصلاة واحدة واحدة في البيبي ستابس اللي كنت بتتكلمي عنها، اوقات كتير بنتشتت وببقى حاسة طب هو انا لو اتشتت و... وقعدت افكر يا ماما طبخة ايه النهاردة وهنعمل ده ايه كتاب بكرة. حياتي يا عين، دي ايوه. قصة حياتي. يعني انا هل شخصية النوم الزهق، شخصية ان انا بدأت اصلي افتكر وانتهى اغنية ايوه ايوه. قدام المراية بالحب اتجمعنا معروفة. يعني ايه، واللي هو ايه ده، انا كنت بعمل ايه، انا كنت فاتحة الانجيل وبقرا فيه، ايه اللي وصلني عند فقرة المراية والجماهير يعني. ده بيحصل كتير جدا جدا جدا، وبياخد يمكن وقت شوية عقبال ما يتظبط. بس ممكن نحط رولز بسيطة قوي يعني نعملها. زي مثلا ان انا لما اجي اخد وقت مع ربنا، بلاش ابقى مثلا قبله قاعدة كنت بتفرج على كمية فيديوهات على الانترنت فترة طويلة، فلما اجي ابدا اصلي ذهني مليان كمية افكار وحاجات، فعمالة ايه بقى افتكر الكوميك وافتكر الحاجة، فهلاقي نفسي يعني نسبة ان انا اتشتت اعلى. فكنت دايما مثلا بحاول ان انا ابقى، لو انا مثلا صاحية من النوم اعمل كده، لو انا مثلا باخد بريك في نص اليوم بنام شوية، يبقى اول ما اصحى من البريك فيبقى لسه ذهني ما فيهوش حاجة فاضي. تشتتني. بالظبط. ممكن مثلا من الحاجات المهمة قوي اللي كنت بعملها اني كنت باخد يعني 5 دقايق رغي في البداية كده، في اي كلام بيتقال واي تفضية افكار بتتقال عشان اساعد نفسي. في مرات كان بينتهي الامر ان انا نايمة والانجيل واقع على وشي وصحيت الصبح انا كنت بصلي امبارح هيحصل في ايام.
بس ده مش معناها انه اللي انا صليته ده يعني باظت. ربنا بقى كنسل الصلاة دي، انا مش انا ما هسمعها عشان نامت حسبتهاش. في الاخر. مفيش حاجة اسمها كده. ده بيحصل من وقت للتاني، وبيحتاج مني برضو ان انا اكون واعي لنفسي، واعي لشخصيتي. انهي وقت انا مركز فيه، انا مدي انهي اولوية من وقتي. ما لو انا مثلا بدي اكتر وقت انا فيه مش مركز في اليوم، نسبة التشتيت هتبقى عالية. فانا هخسر اني ابقى مركز واني اخد طعام حلو وغني مليان تعضيد ليا ان انا اقدر اكمل في حياتي. السؤال الشهير بقى، يعني هل انا صلاتي بتغير حاجة في الواقع؟ ايه الاسئله دي؟ بصي، يعني السؤال ده مهم جدا. يعني انا ممكن اقول ان الواقع مش هيتغير غير بصلاتي. ف الكتاب بيقوله لنا انه لما تصلوا قولوا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. فانا في الصلاة بصلي انه مشيئته تكون زي ما في السماء على الارض. فانا بختار ان انا اتوحد مع إرادة الله اللي في السماء، وبطلب انها تبقى على الارض. على مدار الكتاب المقدس الله في مواقف كتير جدا بيطلب ان البشر يشتركوا معاه في تعاملاته معانا بالصلاة. ومش بس بالصلاة، لكن كتير جدا من الآيات بتتكلم انه صلوا بلا انقطاع، صلوا دايما. فالله في الكتاب المقدس بيطلب مننا دايما ان احنا نصلي، وبيشاور على الصلاة ان هي السبيل اللي بيه احنا بنتوحد، وبنطلب بإرادتنا ان إرادته هي اللي تكون بتحصل. كمان في حياتي أنا الشخصية، أكيد الحاجات اللي أنا بصلي فيها لحياتي هي مش بتحصل غير لما بصلي لها. دي مش حاجة تلقائية بتحصل. يعني مش كل الناس بيحصل معاهم حاجات تلقائية في طريقة تعامل ربنا معاهم. أنا محتاج إن أنا أطلب وأصلي لحياتي، إن أنا أشوف تغيير في أمور في حياتي، تغيير في الواقع بتاعي. وانا بصلي وانا بعمل كده، انا كأني بالظبط بحط ارادتي بين ايدين ربنا، وبطلب منه ان هو يجي ويغير في الواقع بتاعي. فده بيحصل فيه تغيير وبيتغير. بس اوقات كتير بنحس انه يعني كأنه ربنا حاطط خطة، وانه كده كده الخطة دي هتحصل سواء انا بقى صليت او ما صليتش، او كأنه صلاتي مش هتغير حاجة في خطة ربنا يعني. او فكرة مثلا المكتوب انه في حاجات معينة المفروض ان انا روحوني روحوني تعملي فيا ايه؟ انه في حاجات معينة انا المفروض هعدي بيها. فخلاص ليه اصلي؟ يعني ما كده كده ربنا هيعمل اللي هو عايزه. عايزة أشجع كل حد بيفكر في فكرة المكتوب دي إنه أولا يكون صريح مع نفسه إنه أنا بفكر في الفكرة دي ليه، عشان دي عذر أو حاجة منعاني إني أنا أقرب من ربنا، ولا أنا فعلا عايزة أعرف الإجابة. فأشجع كل حد عنده السؤال ده إن هو يسأل الشخص المناسب، يسأل ربنا هل في مكتوب، و... ويبتدي يمشي مع ربنا رحلة في ان هو يفهم اكتر عن نفسه، ويفهم فكر ربنا ايه عن حياتنا، يفهم مشيئة ربنا ويبتدي يختبرها بشكل مختلف. وساعتها الأسئلة هتتجاوب حبة بحبة. في كده مجموعة ساعات من الأسئلة بتبقى محطوطة قدامنا عاملة زي ما تكون عقبة أنا حاططها، مختار شوية أسئلة ملعبكة، وبسببها أنا مش هبدأ مع ربنا، مش هبدأ أتكلم معاه إلا لما الأسئلة دي تتجاوب. بس في الحقيقة أن عمر ما الأسئلة دي هتتجاوب الا لما امشي سكه. نفس فكره بالظبط ان انا قاعد على الرمله بفكر هل البحر جواه كائنات حيه، هل في حوت بيعيش تحت الميه طوله 3 متر، هل ممكن يبقى في اكسجين تحت الميه. عمري ما هعرف الاجابات دي الا لما انزل البحر واعوم فيه، واشوف في كائنات تحت الميه ولا لا، والبس نظاره دقيقه شويه فتخليني اشوف تحت الميه، فاشوف اكتر واعرف اكتر. طول ما انا قاعد بره على الرمله بتحرق في الشمس، عمر ما هيبقى عندي فكره هل في حاجه اسمها سفن بتعوم في البحر ولا لا، هل في ناس عايشين في البحر ولا لا. نفس الفكره بالظبط. ونفس فكره سماع صوت الله، ان ساعات بتبقى في اسئله شكلها كبير قوي من بره، بس لما انا ببقى في علاقه مع الشخص الحاجات دي كلها بتبقى حاجات اساسيه وطبيعيه وواضحه الى حد كبير جدا في التعامل. بس طول ما انا بره عمرها ما هتتشرح وانا واقف بعيد معرفوش. لان في الاخر الحياه مع ربنا هي علاقه، والصلاه هي صله، ديالوج انا بعيش فيه مع ربنا. فطول ما انا بره غالبا الاجابات مش هتتجاوب. بس انا لو بدأت مع ربنا هبتدي حبة بحبة افهم الاجابات. ولو انا ابتديت والاجابات ما عجبتنيش عندي اوبشن ان انا اخرج.
بس فكرة ان انا قاعد بره ومستني اجابات، انا بس بخسر وقت وبخسر حياتي وماشي تايه. طب لو سألتك وتجاوبيني بآه أو لأ، آه، هل صلاتي فعلا بتعمل فرق أو بتغير الواقع؟ اه أو لأ. اه، لاني اوكي. شفت ده في واقع ناس في الكتاب المقدس. يعني عندنا مثلا واحدة زي حنة مامة صمويل، هي صلت وصلت انها تجيب ابن وربنا اداها ابن. صلاتها غيرت الواقع، ايوه. شفنا حد زي ابراهيم وسارة. ابراهيم بالنسبة لي مثل في الصلاة، وفكرة انه مشيئة الله ايه، مثل يعني بيوقفني جدا وبيتحداني جدا. ابراهيم عمل حاجة سوبر جدا، عمل ميكس تحفة. هو شاف ربنا وداقه وكان مصدق في ربنا وعرف يعني ايه ايمان. لما كان ربنا بيقول له انا هديك نسل، ولحد بعد ما عدى الوقت وما بقاش فيه امل، ربنا جه وحقق الوعد. فايمان ابراهيم بربنا كان كبير جدا. فلما ربنا جه كلمه عن اسحاق ان هو يقدمه تقدمه، ابراهيم طلع وقدم اسحاق، مش لان هو مستبيع او حاسس ان انت يعني اديتني اسحاق فخلاص انا ماليش حق فيه خده. لا، هو طلع وقدم اسحاق لان هو كان عنده ايمان كامل ان ربنا يقدر لو اسحاق مات يقومه من الموت. ده كان ايمان ابراهيم. فرغم ان هو كان مآمن ورغم ان هو بيعمل حاجة صعبة جدا عليه، هو قدم اسحاق وعمل الدور اللي عليه، بس في نفس الوقت كان في قمة ايمانه ان ربنا يقدر يقلب المشهد 180 درجة بصلاته. وهي دي الطريقة اللي في الأوقات اللي فيها زي ما بنقول إيه صراعات نقدر نصلي بشكل مظبوط، إن أنا أكون في قمة إيماني إن ربنا يقدر يقلب المشهد، وعامل آخر مجهودي في إن أنا أكون مسلم لإرادته وبقول له لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. فالمثل بتاع إبراهيم ده هو اللي دايما لما بصارع في حتة أنا عايزة أعرف هو أنا لو صليت هتحصل ولا لأ، هو الحاجة دي ممكن تتغير، هي المشكلة دي ممكن تتحل، هو الشخص ده ممكن يتشفي، الأسئلة الصعبة قوي اللي بنسألها دي، بجتهد دايما وبصلي إن أنا أعيش المثل ده، إني أدخل وأنا مصدق 100% إن ربنا يقدر يقلب المشهد ده 180 درجة. وفي نفس الوقت أنا بعمل كل مجهودي إني أنا أحط الحاجة دي قدام ربنا، وابقى مصدقه انه اللي هيحصل هو افضل حاجه في الموقف. وعايز اقول حاجه تاني، في حاجات ساعات صليت لها ونسيت، بس السكه اللي انا مشيتها وانا بصلي مع ربنا للموضوع هي اللي غيرتني. يعني احنا عقبال ما وصلنا للحاجه انا كنت اتغيرت لدرجه ان الحاجه ما بقتش هي قصه، بس المشوار اللي مشيته والعشره اللي عرفتها هي اللي فرقت. زي بالظبط ان احنا ممكن نتحط انا واحده صاحبتي في مشكله وبعد سنين ننسى المشكله، بس احنا عرفنا من بعض ونقول احنا قربنا من بعض قوي في الموقف ده. الموقف خلص وانتهى ووجعه انتهى، بس هي الفكرة كلها القرب اللي حصل في الموقف هو اللي خلق العشرة المختلفة. فده ساعات كتير جدا بيكون الشكل ان الواقع بتاعي ممكن يتغير بشكل مادي فعلا موقف ويتحل، ممكن انا نظرتي للموقف اصلا تتغير تماما فما بقاش محتاج اصلا تغييره، ممكن الحاجتين يتغيروا، ممكن الحاجتين ما يتغيروش، بس انا افضل مكمل مع ربنا وشايفه في الموقف ومستمر في حياتي وعضلاتي بقت اقوى وقوتي بقت اكبر. فهي في الاخر الديالوج ده طول ما هو مكمل الاجابات بتيجي في الطريق، وانا كمان بتغير ما ببقاش نفس الشخص. فالسؤال ده ما يتجاوبش في ولا احنا حاولنا يعني نجيبه، بس هو في الاخر حاجة بنعيشها مش حاجة بنجاوبها. فطول ما انا بجري ورا الاجابات انا بخسر كتير قوي، لان هي الفكرة كلها انه الحياة لما بتتعاش وانا في ديالوج مستمر بيني وبين ربنا هي بتبقى حياة. ولما بتتعاش في الديالوج ما بيني وبين نفسي انا ببقى تايه وتعبان ومستنزف. وفي الاخر انا عندي اختيار بقى اني انا ادخل اصلي واتكلم مع ربنا واشوف السكة دي هتاخدني فين، بدل ما انا قاعد بره مش باخد اي اختيار وفي الاخر هقول ده كان مكتوب. طب هيلين، واحنا بنختم تحبي تقول لنا ايه تاني؟ هو احنا واحنا بنختم احب نصلي بس يلا يعني بينا. كبراكتس وكلنا نجرب مع بعض يلا بينا. بقى ازاي ممكن نصلي. يا رب انا بشكرك لانك موجود، اشكرك لانك بتسمع، اشكرك لانك
غالي عليك ان انت تسمعنا حتى لو كانت كلامنا في حاجات مش كبيرة ومش مهمة. يا رب انا بصلي انك تدي ودان لينا تكون بتسمعك بشكل واضح، تدينا كلمات من عندك. بصلي انه تدينا تمييز لما نقرا كلمتك ونقابلك فيها ونسمعك، ان احنا نفهمها بشكل مظبوط. انا بصلي ان كل حد بيعافر في ان هو يبدأ يتكلم معاك يكون بيعمل كده على طول، ويكون اي حد يكون بيتفرج علينا يكون بيقدر يعمل كده، وما يكونش في حواجز ما بيننا وبين ان احنا نيجي ونتكلم معاك. ونكون بنختبر حقيقي يعني ايه علاقة حقيقية انت فيها، بتكلمنا وبترد علينا لان انت بتتكلم وانت اله حي. امين. ميرسي قوي يا هيلين، انا استمتعت قوي بالوقت معاكي النهارده. ميرسي يا سيمو بجد قوي على الفرصة دي.